السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضراتكم يا جماعة، وفيديو جديد وحلقة جديدة من أخبار وكواليس النادي الأهلي والكرة المصرية. وما تنساش أول حاجة بنبدأ بيها الفيديو بتاعنا الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما تنساش تصلي على النبي في التعليقات ولايك وشير علشان المعلومة توصل لغيرك بإذن الله. النهارده المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي بيعقد جلسه واجتماع للنظر في بعض الامور والكره المصريه، واولهم مكان اقامه مباراه السوبر الافريقي اللي غالبا خلاص هتبقى في الدوحه، ولكن في نظر عشان في كذا مكان مقدم لاستضافه المباراه، وهيتم حسم الامر بشكل اليوم الموعد والمكان. وكمان هيتم النظر والمراجعة في أحداث الكونفدرالية اللي كانت ما بين نادي الزمالك بطل الكونفدرالية ونادي نهضة بركان، علشان الإفراج بمعنى الأصح عن المكافآت المالية التي تخص نادي الزمالك. اليوم هنشوف بقى هيتفرض عقوبات، هيتفرض ايه، الدنيا هتمشي ازاي. كل ده هيتم النهارده في الاجتماع علشان الافراج في المكافآت الماليه لنادي الزمالك. اروح مع حضراتكم يا جماعه لحاجه سريعه، وهو اللاعب احمد القندوسي. امبارح النادي الاهلي ومارسيل كولر تم اختار اللاعب احمد القندوسي، ان خلاص مارسيل كولر مش مستقر عليه ومش عاوزه ومش محتاجه. خلاص في حاله استياء وحاله غضب عند اللاعب من طلب النادي الاهلي ومارسيل كولر لتجديد الاعاره بيه. واللاعب دلوقتي عنده كذا عرض، منهم نادي الزمالك. انا باكد لحضراتكم ان نادي الزمالك مقدم عرض للاعب احمد القندوسي برضه، واللاعب عنده عروض من بره، واللاعب مش موافق على حته الاعاره، ولكن حاله استقرار تام داخل النادي الاهلي من قبل مارسيل كولر ومن قبل لجنه التخطيط ان هم بالاجماع خلاص احمد القندوسي مش محتاجينه الموسم اللي جاي. هنا بس عايز اقول حاجه يا جماعه، اللاعب احمد القندوسي لما يكون عندي لاعب زي ده، انا جبته وطلعته اعاره الموسم اللي فات وطلعته بالعافيه الموسم الحالي ده علشان يبقى تحت عينيا كمدير فني، وبعد كده عايز اجدد اعارته واللاعب عمل مستوى هايل ومقدم عظمه، يبقى انا بخسر اللاعب ده. برضه لما يكون يا جماعه مارسيل كولر هنا هو الموقف الحاسم وهو المتحكم والامر الناهي واللي بيقوله سيف على رقبتي، يبقى هنا لجنه التخطيط ملهاش اي لازمه ولا ليها اي دور. يبقى خلاص لجنه التخطيط اللي بتاخد 150,000 جنيه شهريا بلاش تكون موجوده. النهارده لما يحسم مارسيل كولر ويبقى اللي بيقوله سكينه وسيف على رقبتي، يبقى لجنه التخطيط ملهاش اي دور ولا ليها اي وجود، اصبحت ملهاش لازمه داخل اداره النادي الاهلي. ولو تفتكروا حضراتكم برضو، علشان احنا بنقع في حاجات زي دي بسيطه وبعد كده بنندم عليها. لو تفتكروا لما كان معانا بيتسو موسيماني، كان سفيان رحيمي مخلص في النادي الاهلي وخلاص جاي مصر للاجراء الكشف الطبي عليه، اللي احنا شايفينه النهارده مقطع الدنيا مع العين الاماراتي ومقطع اسيا وعامل مستوى هايل، ولعيب ما عادش تقدر تشتريه النهارده ثمنه لا يقل عن 6-7 مليون يورو او دولار. دخلت مرات بيتسو موسيماني في هذه الصفقه، وموسيماني وشغل السمسره، وقال لك بس ده احنا عندنا ميسي افريقيا اللي هو لويس ميكيسوني اللي احنا مشيناه زق، والنهارده سيمبا التنزاني فسخ التعاقد معاه واللاعب قاعد بدون نادي. وكمان عايز اقول لك ان لويس ميكيسوني اتعرض على نادي غزل المحله وغزل المحله ما وافقش عليه. فاحنا يا ريت لجنه التخطيط مش عايزين نكرر نفس المشكله، ورجاء النظر تاني في ملف اللاعب احمد القندوسي. اللاعب كريم الدبيس طبعا في حاله استغراب شديده من قبل اللاعب نفسه ويعني الجمهور برضه، ان هو في ظل غياب علي معلول ازاي ما يشاركش او ياخد فرصته واحنا شغالين بدون باك ليفت وبدون ظهير ايسر. وتم عقد جلسه ما بين اللاعب ومارسيل كولر امس لمعرفه ان انا ليه ما بشاركش. فمارسيل كولر وعد اللاعب ان هو هيديله فرصه، ولكن قال له على شويه حاجات فنيه يطبقهم
وساعتها تاخد الفرصه. نتمنى نشوف كريم الدبيس ياخد فرصته علشان ما يكونش ظلم، وبعد كده برضو نرجع نندم على اللاعب، خصوصا في ظل ان انت ما عندكش النهارده ظهير ايسر، وان اللاعب ده متواجد. اديله فرصته يا سيدي، اديله فرصته وبعد كده نحكم عليه ونشوف. عايز اوجه رساله يا جماعه لجمهور نادي الزمالك، اخواتنا وحبايبنا، علشان ما يبقاش بينضحك عليكم. كلنا عارفين نادي الزمالك اصدر البيان ليه، وانا قلت امبارح واول امبارح في فيديوهات ان العقوبات قبل ما تنزل هتكون ماليه وليس هناك ايقافات، ونادي الزمالك اصدر البيان ده علشان العقوبات تكون خفيفه من قبل لجنه المسابقات، وما يكونش فيه ايقافات. والحاجه اللي احنا عارفين ان اتخدم فيها نادي الزمالك من عامر حسين ولجنه المسابقات. يا جماعه حسين لبيب دلوقتي، يا جمهور نادي الزمالك، حسين لبيب دلوقتي بيدور على مخرج للموضوع. نادي الزمالك هيلعب الماتش، انا بقول لك هيلعب، هيطلع حنفي. واحد تاني هيقول لي المتحدث الرسمي احمد سالم باسم نادي الزمالك لحد امبارح بيأكد على الكلام، انا بقول لك حنفي. انا بقول لك احمد سالم حنفي واداره نادي الزمالك حنفي. هتلعب المباراه. حسين لبيب دلوقتي بيدور على مخرج مش لاقي. اتمنى جمهور الزمالك يفهم يا جماعه، مش الزمالك النهارده اللي يطلب عدم لعب مباريات لحين لعب النادي الاهلي مبارياته المؤجله. انا فرق بيني وبينك ماتشين، وانت ترتيبك في الجدول ال11، يعني المفروض اللي يطلب الكلام ده على الاقل خالص بيراميدز. احنا مش شاغلنا تطلب او ما تطلبش، يتاجل او ما يتاجلش، تقعد تستنى ما تستناش. ولكن انا بقول بخصوص القرار اللي اصدره نادي الزمالك، انا باكد لكم ان الزمالك هيلعب الماتش ورجله فوق رقبته. وحسين لبيب دلوقتي بيدور على مخرج للموضوع مش عارف، ولكن هيلعب. تحياتي لحضراتكم يا جماعه، واتمنى ان انتوا تخلوا بالكم شويه. الاداره عندكم اكيد في تصرفات كتير غلط، واحمد سالم اللي بيخبط على صدره على طول بتاع احداث بورسعيد، بتاع تحريض الجمهور على اللعيبه والفتنه بين اللاعبين، اللي طالع عمال يخبط ويرزع. انا بقول لك انت حنفي وهتلعب الماتش غصب عنك. تحياتي لحضراتكم يا جماعه، واستنونا ان شاء الله في فيديو جديد وحلقه جديده من اخبار وكواليس النادي الاهلي والكره المصريه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.